السيرة الهلالية ده برضو كان بالنسبة لي برضو شيء مختلف خالص. أول مرة ألبس لبس بالشكل ده وأعمل مكياج بالشكل ده وباروكة كانت مجنناني. عايز أعمل باروكة غريبة جدا عشان تخلي شخصيتي مختلفة، فعملت الباروكة اللي عاملة زي ديل الحصان دي، لأن أنا كان بيتهيألي إن جودة ده شخصيته عامل زي الحصان الجامح اللي مش لاقي حد يلجمه يعني، فأنا عملته شبه الحصان، ديل الحصان اللي ورا ده، وكانت فكرة طبعا جيدة يعني. السيرة اللي هي كان فيها معارك، كان فيها خدع كثيرة، وكان فيها أحمد عبد العزيز. وده اللي أنا عايز أقوله بقى، إنه لاقى الأمرين في المسلسل ده. أحمد كان طالع أسود، وكل شوية كل يوم تصوير يدهن أسود وجسمه أسود، وبعد التصوير ما يخلص إحنا كلنا نروح وهو يقعد ساعتين لغاية ما يتشال السواد ده من وشه، لدرجة إن هو يعني بعد الجزء التاني راح اعتذر عن الجزء الثالث، لانه قال لي انا صعب قوي ان انا معاناة شديدة جدا، انا كمان رحت سايب الجزء الثالث وما عملتوش. في مشهد مفترض اني انا بتعامل بصلف، راجل كل حياته في الجبل، كل حياته الخيل والسيف والدرع والضرب والطعان، فهو ما عندوش روح عشان يتحاور، وفي نفس الوقت هو مش عاجبه القاضي بدير، فبيتعامل رغم انه خالي بتعامل معاه بمنتهى القسوة، فهو عايز يصفي غله مني. فبيقول لملك الهلايل اللي هو كان الفنان الجميل كمال أبو ريا، بيقول له انت الملك، انت السلطان، طلع سيفك واضربه. الملك لا علاقة له لا بالضرب ولا بالطعان ولا بالحروب، ولكن القاضي بدير قدر يشحنه، فبيطلع سيفه. فبقول له ده اللي في الحوار، انت مالك ومال الضرب، انا مش هضربك، انا يكفيني بس اني اتفرج عليك وصد ضرباتك، فرجني بقى فروسيتك. فبيضرب السيف وانا بصد بسيفي، فالسيفين بيعملوا علامة الاكس او الفي. السيناريو بيقول ان ابو زيد يخش يفض الاشتباك، فيضرب السيفين من تحت بسيفه فيطير سيف دياب. دخل ابو زيد ضرب السيوف، اتفكت السيوف، لكن سيف دياب ما طارش. فالاستاذ مجدي ابو عميره فتح التوكباك وقال لي احمد بيه السيف بتاعك ما طارش ليه؟ فقلت له سيف دياب ما يقعش على الارض، وصارت مثلا في الوسط الفني، سيف دياب ما يقعش على الارض. فقال لي احمد بيه المؤلف قاعد معايا في الكابينه بتاعت العربيه وهو كاتب ده في السيناريو، والناس عايزه تفطر عشان رمضان بقى، كل سنه وانت طيب. قلت له خلاص انا مش هكمل المشهد، ويجي الاستاذ المؤلف يكمل الدور. ونزلت من على الفرس، فقال لي خلاص خلاص يا احمد بيه خلاص، سيف دياب ما يقعش على الارض، نكمل. وصارت مثلا في السيرة الهلالية بنتوقف عند الأجزاء. فكرة إنك أنت تعمل عمل فني من الأول رهان على الأجزاء. أنا رأيي إنه الملحمة بطبعها هي بتفرض عليك هذا التكوين، لأنه في الأجزاء بتقدر تنطلق وتقفز فترات زمنية من جزء إلى جزء. أيضا بتدي لك فرصة إنك تنوع في أبطالك وتضيف دايما عناصر جديدة للحالة الإبداعية اللي قدامك. وأنا بعتقد إنه السيرة الهلالية قوتها كعمل إنه هو متجاوز الجغرافيا، بمعنى إنه العمل مصري إنتاجا، بطولة، تأليف، إخراج، لكن قوته وحتى اللغة اللي مكتوب بيها أو اللهجة ليست مصرية صميمة. ده بتديله فرصة للانطلاق
إلى آفاق عربية، وكل دولة ترى السيرة وكأنها سيرتها هي وليست سيرة متعلقة بمصر أو أي دولة أخرى. الكاتب الكبير يوسف الجندي وله فضل عليا، لازم ما اقدرش انكره، قال لي لا بقى انت كده تستاهل تعمل الجزء الثالث من السيره الهلاليه. طب في زميل وصديق الاستاذ مجدي ابو عميره عامل الجزء الاول والثاني، قال لي لا ما هو مرتبط بعمل والعمل لازم يتعمل، فهو ما عندوش مشكله خالص يعني. طب قلت له يا استاذ يوسف طب يعني ده مسلسل يعتبر كامل الاجزاء دي، قال لي لا الجزء الثالث ده جزء منفصل تماما بالاحداث، لان هو مرمزه ورامي عليه ابعاد اخرى يعني سياسيه، فهو كأنه مسلسل مختلف. قال لي من حقك تماما انك تعمل تجري فيه ما تشاء، تبدل في الشخصيات في الحكايه، انت مخرج هذا العمل بشكل منفصل تماما. موقف تاني بيني وبين الأستاذ هادي الجيار، وده كان في الجزء الثالث اللي أخرجه المخرج البديع الأستاذ هاني إسماعيل. والمخرج عايزني أشتبك مع الأستاذ هادي الجيار، فهادي الجيار وإيدينا مشتبكة كده، يقوم عامل إيديه بهذه الكيفية، فدياب يركع. دياب يركع قائد جيوش الليل. قلت له ما ينفعش يا أستاذ. قال لي بس أنا عايز كده. قلت له خلاص هات لي واحد أقتنع إنه يخليني أعمل كده، لكن أنا بيجيبوني عشان أضرب مش عشان أضرب. قال لي لا بس أنا عايز كده. قلت له خلاص صور. ودخلنا نصور، وخدت إيد هادي الجيار ونزلته على الأرض، وصرخ المخرج ستوب، أنا ما قلتش كده. قلت له أنا مش هعمل غير كده. عبر الأستاذ هاني اللحظة وكملنا المسلسل.